الكل بيشتكي حرفيا من الحرارة المتزايدة في جميع المحافظات، حتى في المدن الساحلية الجو فيها أصبح لا يطاق. المراوح والتكييفات مش عاملة أي نتيجة، الحر كل مادة في تزايد. بجد الناس تعبت وبقى يجيلها أمراض وهبوط وضغط يوطى وحاجات كتيرة جدا، ومش عارفين السبب في ايه. في البيوت الحر صعب، في الشوارع أصعب وأصعب. طلع كلام كتير من إحدى الدكاترة إن الحرارة دي مش حرارة طبيعية، وإن الجو ده مصطنع. يعني إيه جو مصطنع؟ يعني هم قاصدين إن يوصلوا درجة الحرارة كده، حتى في الأيام الجاية انتصروا درجة حرارة أعلى وأشد. طب كل ده عشان إيه؟ هو بيقول إن كل ده علشان يجذبوا مخلوقات غريبة مش جنسنا، مش من جنس البشر، علشان يتعايشوا في الجو ده. لا وضح لنا يا روشا. هو بيقول ان في المخلوقات اللي بتتعايش في جو الحر الصهد ده والمولع ايه وبيناسبهم قوي. صح، الجن والشياطين. هما بيقولوا ان هما بيحاولوا بيجذبوهم علشان يعيشوا هنا هو في وسطنا. هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ ده اللي هعرضه في فيديو منفصل بمعلومات ومين الدكتور اللي قال الكلام ده، وهل الكلام ده حقيقة ولا كده. استنوني في حلقة جامدة جدا، وادعوا لنا، ادعوا يا جماعة كده ان ربنا يرحمنا برحمته ويهون علينا اللي احنا فيه.